السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي. بنكمل أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة وبنتحدث على كيف أن الصلاة تعالج الاكتئاب النفسي والوسواس والإجهاد العصبي. تساعد الصلاة الخاشعة على تهدئة النفس وإزالة التوتر لأسباب كثيرة، أهمها شعور الإنسان بضآلته وبالتالي ضآلة كل مشكلاته أمام قدرة وعظمة الخالق المدبر لهذا الكون الفسيح، فيخرج المسلم من صلاته وقد ألقى كل ما في جعبته من مشكلات وهموم، وترك علاجها وتصريفها إلى الله الرحيم. وكذلك تؤدي الصلاة إلى إزالة التوتر بسبب عملية تغيير الحركة المستمرة فيها، ومن المعلوم أن هذا التغيير الحركي يحدث استرخاء فسيولوجيا هاما في الجسم. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أي مسلم تنتابه حالة من الغضب، كما ثبت علميا أن الصلاة لها تأثيرا مباشرا على الجهاز العصبي، إذا أنها تهدئ من ثورته وتحافظ على اتزانه، كما تعتبر علاجا ناجحا للأرق الناتج عن الاضطراب العصبي. ويقول دكتور توماس هايسلوب أن من أهم مقومات النوم التي عرفتها خلال سنين طويلة من الخبرة والبحث الصلاة. وأنا ألقي هذا القول بوصفي طبيبا، فإن الصلاة هي أهم وسيلة عرفها الإنسان تبث الطمأنينة في نفسه والهدوء في أعصابه. أما الدكتور إليكس كارليل الحائز على جائزة نوبل في الطب فيقول عن الصلاة أنها تحدث نشاطا عجيبا في أجهزة الجسم وأعضائه، بل هي أعظم مولد للنشاط عرف إلى يومنا هذا. وقد رأيت كثيرا من المرضى الذين أخففت العقاقير في علاجهم كيف تدخلت الصلاة فأبرأتهم تماما من عللهم. إن الصلاة كمعدن الراديوم، مصدر للإشعاع ومولد ذاتي للنشاط. ولقد شاهدت تأثير الصلاة في مداواة أمراض مختلفة مثل الضرر البريتوني والتهاب العظام والجروح المتقيحة والسرطان وغيره. أيضا أعزائي المشاهدين، يعمل ترتيل القرآن الكريم في الصلاة حسب قواعد التجويد على تنظيم التنفس خلال تعاقب الشهيق والزفير، وهذا يؤدي بدوره إلى تخفيف التوتر بدرجة كبيرة. كما أن حركة عضلات الفم المصاحبة للترتيل تقلل من الشعور بالأرق وتكسب العقل نشاطا وحيويا، كما ثبت في بعض الأبحاث الطبية الحديثة. وللسجود دور عميق في إزالة القلق ومن نفس المسلم، حيث يشعر فيه بفيض من السكينة يغمره وطوفان من نور اليقين والتوحيد. وكثير من الناس في اليابان يخرون ساجدين بمجرد شعورهم بالإرهاق أو الضيق أو الاكتئاب، دون أن يعرفوا أن هذا الفعل ركن من أركان صلاة المسلمين. وهذا ما نعرفه في هذه الآية مع القارئ الأستاذ وائل، فقد قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليس فقط كتاب دين أو كتاب فقه، إنه كتاب جامع معجز، جمع بين دفتيه كل صنوف العلم وكل أشكال الحكمة وكل دروب الأخلاق والمثل العليا، وكذلك كل تصانيف الأدب والإتيكيت تتعلمها مع سيد البشر وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال تعالى في سورة الأنعام: ما فرطنا في الكتاب من شيء. صدق الله العظيم. ومن بين ما جمع القرآن الكريم من علوم جمع أيضا علم الطب والشفاء، فهو هدى وشفاء ورحمة كما وصفه قائلا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء ورحمة لمن غمر الإيمان قلوبهم وأرواحهم، فأشرقت وتفتحت وأقبلت في بشرى وتفاؤل لتلقي ما في القرآن من صفاء وطمأنينة وأمان، وذاقت من النعيم ما لم تعرفه قلوب وأرواح أغنى ملوك الأرض. ونستمع معنا إلى هذه الآيات واللي نرى أثرها على أنفسنا كتجربة حية. فيقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.